مدرب الفراعنة يخرج بتصريح مفاجئ قبل مواجهة المنتخب المغربي. هذا ما قاله عصام الشرعي قبل مواجهة المنتخب المصري. مدرب الفراعنة يخرج بتصريح مفاجئ قبل مواجهة المنتخب المغربي. حرص البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على التواصل مع لاعبي الفراعنة من خلال عدة جلسات استعدادا لمواجهة المغرب غدا السبت في نهائي بطولة كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة. وذكر موقع كورة أن ميكالي حذر اللاعبين من مواصلة إهدار الفرص أمام المرمى، مؤكدا أن مباريات النهائي لا تشهد الكثير من الفرص لحرص كل فريق على الفوز، ولذلك فإن اللاعبين مطالبين باستغلال أنصاف الفرص أمام المرمى. والجدير بالذكر أن منتخب مصر تأهل للنهائي على حساب غينيا، بينما صعد المغرب بعد الفوز على مالي في نصف النهائي بركلات الترجيح. وضمن منتخبي مصر والمغرب التأهل لأولمبياد باريس 2024، بينما يلعب غينيا ومالي على تحديد صاحب المركز الثالث المتأهل للأولمبياد. والخاسر من هذه المواجهة يلعب أمام رابع تصفيات آسيا لتحديد متأهل آخر للأولمبياد. وتجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر هو حامل لقب أفريقيا بعدما حصد البطولة في نسخة 2019 التي أقيمت في مصر. قال عصام الشرعي مدرب المنتخب الوطني الأولمبي إنه والمجموعة يفتخرون بلعب نهائي كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة بالمغرب وأمام الجماهير الغفيرة التي ستحضر يوم غد أمام مصر. واعتبر الشرعي في تصريحاته خلال الندوة الصحفية التي تسبق النهائي أن الهدف كان التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وهو ما تحقق بعد تجاوز مالي في نصف النهائي، والآن الجميع يعرف ما ينتظره في النهائي بهدف إحراز اللقب. وأكد الشرعي: مباراة للتاريخ بالنسبة لنا وللاعبين، الجميع يفتخر بما وصلنا له اليوم وجميع المعطيات تدفعنا للتتويج باللقب رغم قوة الخصم. مصر بطل إفريقيا للنسخة السابقة. وأضاف قائلا: صحيح أننا لعبنا 120 دقيقة في آخر مباراة، لكن الجميع جاهز لهذا التحدي، خاصة وأننا نلعب في ميداننا وأمام الجماهير الغفيرة التي ستحضر بكثافة لتشجيعنا. وتابع: منتخب مصر فريق قوي وهو حامل اللقب، نعرف نقاط القوة والضعف وسنعمل على تحليلها جيدا من أجل الظهور بشكل جيد وتحقيق اللقب الإفريقي. تجدر الإشارة إلى أن نهائي كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة سيجرى يوم غد بمركب مولاي عبد الله برباط انطلاقا من الساعة 9 ليلا، علما بأن المنتخبين ضمن المشاركة في الألعاب الأولمبية القادمة.